طبعا يعتبر زي 100 واحد ولا 200 ولا 300 ولا 1000 واحد ضحى بحياته. ضحى بحياته علشان يقدر يقول كلمة حق في هذا الوطن اللي ضايع حقنا فيه من سنين، والتمثيلية اللي بتتعمل علينا في المحاكمة، ورحنا هناك ضربونا وبهدلونا برغم ان معانا تصاريح، ودخلوا علينا منقبات هناك لابسين ابيض، ضربونا وخرجونا بره المحكمة عشان تبقى التمثيلية وينزل من الطيارة ماشي على رجليه ويسلم على اولاده، واول ما يفتحوا طبعا الترول اللي بيخش جوه يعني تعبان، هو مش تعبان ولا هو ولا العدل. حسبي الله ونعم الوكيل، مش اكتر من كده. بس هي تمثيليه بتلعب علينا، على الوطن كله، على الناس كلها، عشان الناس كلها تبقى ده تعبان. وتبص تلاقي عربيات محمله رسام مصر جايه تضرب فيه، تضرب في ناس ما لهمش اي ناس راح تشوف ده هيعمل ايه. تبص تلاقيهم يضربونا، يخشوا علينا بالعربيات، وقله ادب وحاجات فظيعه، حاجات فظيعه بتحصل هناك في المحاكمه. والحمد لله هنقول ايه؟ الحمد لله النبي مات شهيد واحتسبوا عند ربنا. هعمل ايه اكتر من كده؟ وانا بطالب بالقصاص مش اكتر من كده، بطالب بالقصاص اللي هم موتوا ابني. السلام عليكم.